مساء الخير على كل متابعين. صاحبة القصة بتقول اسمي مدام هدى، عندي 43 سنة، متجوزة بقالي 23 سنة وعندي 3 أولاد، وجوزي متوفي بقاله دلوقتي أكتر من 6 سنين. طبعا والدي هو اللي أصر إنه يجوزني وأنا عندي 20 سنة، وكنت لسه في مرحلة التعليم لأن طول عمري كان نفسي أكون مدرسة. وطبعا هو ما منعنيش من التعليم، لكن كان عايز يطمن عليا عشان كان خايف عليا من إخواته، عشان موضوع الورث وكده، لأن كان عنده أملاك كتير. وطبعا كان كاتبها باسمي وكان عايز يطمن عليا مع شخص مناسب. وطبعا أنا ما قدرتش إن أنا ما أحققلوش أمنيته اللي هو كان عايزها، وافقت عشانه. والصراحة أنا ما أقدرش أقول إن أنا اتجوزت عن حب، هو كان جواز صالونات عادي جدا، بس ما أقدرش أنكر إنه كان شخص ملتزم ومحترم جدا، وكان يعرف ربنا وكان بيعاملني كويس. ودي بقى الحاجة الوحيدة اللي خلتني استمريت معاه. طبعا ما كانش يملك أي شيء، هو من عيلة متوسطة الحال، لكن هو كان متعلم تعليم عالي. ودي بقى أكتر حاجة خلت والدي يوافق من غير تفكير. قال لي إن كان على الفلوس فأنت عندك اللي يكفيكي وزيادة، أنا محتاج لك راجل متعلم ويكون أمين وكويس يقدر يحافظ عليك. ومن هنا طبعا اقتنعت بوجهة نظره وحققت له أمله الوحيد. وفعلا عملنا خطوبة، وبعد فترة قصيرة اتجوزنا. طبعا اتجوزت في بيت والدي، أنا والدي كان عنده بيت على دورين وطبعا خاص بينا، كان والدي في أول دور وأنا في الشقة التانية، وضبها لي والدي على أعلى مستوى، وكنا عايشين في مكان راقي جدا. وفرشها طبعا مع عريسي على قده كده، اللي قدر يجيبه جابه، واللي ما قدرش عليه والدي ساعده فيه. كل الحاجات دي بالنسبة لي صدقوني كانت عادية جدا، بس أنا كان نفسي إن أنا فعلا أعيش معاه، يعني مع شخص يقدر إن هو يفهم طريقة تفكير. كنا دايما مختلفين عن بعض، يعني كل واحد فينا ليه وجهة نظر مختلفة. أنا دايما كنت أحب الخروج والفسح زي ما عشت حياتي مدللة، ودايما مهتمية بمظهري شيك جدا، وبحب أخرج على طول، وبالذات حتى بعد ما جبت أولادي. مع الرغم إن كانت الضغوطات ساعتها صعب عليا جدا، بس اضطريت إن أنا أقعد من شغلي، وده طبعا عشان أنا ما كانش عندي أي حل تاني، بالذات إن ولادي كلك جم ورا بعض، يعني ما كانش في فترة زمنية طويلة، فكده كده كانوا محتاجين مجهود قوي جدا. ففرغت لهم نفسي لأن كنت دايما متأكدة إن الشغل مستحيل هيوفق بين حياة زوجية متكاملة. مش هقدر أقول سعيدة لأن السعادة بتكتمل مع الحب والتفاهم. صحيح كان في بينا تبادل احترام، لكن ما كانش في بينا حاجات كتير جدا متوافقة، ولكن الحياة استمرت عشان اسلوب التربية اللي انا اتربيت عليه، ان مادام هو زوجي مش مقصر في حاجة ولا بيضايقني في شيء ومحتويني انا وولادي، بالذات اللي في ظروفي، ما كانش ينفع بعد وفاة بابا ان انا افكر في الانفصال، بالذات ان ساعتها كان عندي 3 أولاد. والدتي طبعا كانت بتحب جوزي جدا وبتحترمه، ولدرجة إن أنا لما كنت بشتكي لها من حاجة كانت بترد غيبته، وكانت دايما في صفه ومش في صفي. وكملت حياتي ولحد ما فجأة جوزي تعب شوية، وطبعا اتوفى على سن 39 سنة. احنا ما كانش في بينا في العمر كتير، يعني كان بيني وبينه زي 3 سنين بس، هو كان أزيد مني في العمر 3 سنين. وطبعا وفاته ده كانت بالنسبة لي مفاجأة كبيرة جدا وصدمة، وما كنتش عارفة أعمل إيه. ما أقدرش أقول إن أنا معرفتش قيمته غير لما مبقاش موجود. كان شايل عني كتير، وكان شايل عني كمان مسؤوليات ولادي. طبعا عايزة أقول لكم في الوقت ده كان ابني الكبير لسه بيتعلم، وبنتي كمان وابني الصغير. طبعا في الوقت ده اضطريت ان انا اكون اب وام، وفرغت حياتي كلها لولادي، وقررت كمان ان انا اعلمهم وادعمهم واقف جنبهم لحد ما يوصلوا بر الامان زي ما والدي عمل معايا. وبعدها بفترة قصيرة افتقدت والدتي. وهنا بقى عايزة أقول لكم كان صراع نفسي جوايا قوي جدا، وكان الموضوع بالنسبة لي مش مجرد كلام زي ما انتوا بتسمعوه، لأ الحقيقة كانت أصعب من كده بكتير. وقررت من هنا إن أنا أفكر إزاي أعتمد على نفسي، وإزاي أملى وقت فراغي باهتمامي بأولادي.
ورجعت أمارس عملي تاني. بس طبعا في الوقت ده كان ولاده كبروا وبقوا كل واحد ليه حياته اللي هي مستقلة، وهنا بقى كنت بتدخل في الأمور اللي هي محتاجة دور الأم وبعض الأحيان دور الأب. وما أقدرش أنكر إن الموضوع كان مجهد جدا عليا، وكنت ببذل معاهم مجهود كبير عشان يصبحوا أفضل وكمان ما يبقاش ناقصهم حاجة. وفعلا قدرت أنجح، وولادي كلهم كملوا دراستهم، واتجوزت ابني الكبير وقدرت أطمن عليه. جبت له شقة بره واطمنت عليه وعملت له كل اللي نفسه فيه. الصراحة هو متجوز بنت حلال وبنت ناس طيبين جدا، أنا بعملها أحسن معاملة، حتى لو في حاجة ما بعملش عقلي بعقلها يعني، وبمشي الدنيا وبيزوروني وبزورهم وكله تمام. ربنا أكرمه بولد أول ما اتجوز على طول، والصراحة عايش سعيد جدا مع مراته، ودي بقى حاجة بتكمل سعادتي. وهنا بقى بدأت بنتي تقدم لها عرسان، لأن هما بينهم وبين بعض حوالي سنتين. ومن هنا اخترت لها إنسان مناسب كان معاها في الكلية، وطبعا أهله ناس مناسبين جدا وميسورين الحال، ده غير إن هو على خلق عالية وإنسان متربي. ودي بقى كانت أحسن حاجة حصلت لي، لأن أنا كنت خايفة على البنت أكتر من الولاد بكتير، وكنت يعني بقول لازم أحسن الاختيار ويا رب تقدرني على إني فعلا أقدر أختار لها الإنسان المناسب. وأحلى حاجة إن كان في توافق على الموضوع، يعني هي كمان موافقة ومبسوطة لأن كان في بينهم تعارف وطبعا متفقين على كل حاجة. ولما تقدم لقيت إن أهله ناس كويسين، وفعلا هو شاب مهذب وفعلا قدير بيها، يعني مبسوطة بيهم جدا. وفعلا اتوفقت، ومسافة 6 شهور بس كنت مجهزاها وهم كمان. أنا ما كانش عندي أي مشاكل في المادة، لأن أصلا كان والدي سايب لي اللي يكفيني وزيادة، ومع مرور السنين مع شغل جوزي ما كانش كمان بياخد مني حاجة، كان بالعكس المال اللي عندي كان بيتضاعف، لأن هو كان حقيقي راجل جدا وكان شايل كل المسؤوليات البيت، وما كانش بيحب أبدا إن أنا أصرف أي جنيه في أي حاجة. الصراحة كنت بحترمه وبحترم رجولته وأدبه واحترامه ليا، لكن كان في بعض الأحيان مش بيهتم بكل حاجة أنا عايزاها. كل ست في الدنيا بتبقى محتاجة المعاملة الرقيقة، الاهتمام، السؤال، المعاملة اللي هي نفسها فيها أو اللي هي حباها. والمفروض هنا إن مع مرور الوقت أنت تفهم الحاجات دي من غير طبعا الست ما بتتكلم، لكن الحقيقة ما كانش في أي حاجة من دي بتحصل. وطبعا بحكم تربيتي أنا ما كنتش بقدر أبدا أتكلم في أي حاجة. ومن هنا طمنت على بنتي وعلى ابني، وفضل معايا بس الصغير اللي هو أصغر واحد فيهم، كان عنده في الوقت ده حوالي 18 سنة. وهنا بقى كان كل اهتمامي بيه حقيقي، لكن جه في فترة كده وطريقته وأسلوبه كلها اتغيرت وما بقاش زي الأول، وبقيت مشغولة بيه جدا ومش عارفة ايه اللي مغيره. ومن هنا بدأت أدور على أقرب صديق لي، صديقه من ساعة الطفولة. طبعا كنت مركزة معاه لأن أنا كنت بحب دايما أعرف أصدقاء ولادي، أسلوبهم، أخلاقهم، أهلهم، عناوينهم، كل الحاجات دي كانت بالنسبة لي مهمة جدا، لأن كنت مؤمنة بإن ما يفسدش الصاحب غير الصاحب. المهم بدأت إن أنا أتصل بيه وأتكلم معاه وأسأله إيه سبب تغير نفسية فارس ابني وإيه اللي حصل. المهم ما كانش عايز يقولي، والموضوع ما كانش بالسهل كده عشان أعرف إيه اللي حصل بالظبط. وبدأ هو بعد ضغط قوي مني، لما عرف إن أنا هساعده مش هضايقه، وطبعا أكيد هو بيحكي لك عني وعن طريقتي، بدأ إن هو يحكي لي بكل حاجة بصراحة إن هو كان فعلا بيحب إنسانة محترمة بيتعلق بيها جدا، وفجأة طبعا اتخطبت من غير ما يعرف، وقعدت من الدراسة وما بقاش يعرف عنها حاجة، ومن ساعتها وهو حياته كلها متغيرة. وبدأت من هنا أتدخل بطريقتي بالراحة وأتكلم معاه، ومرة في مرة مع الإصرار قدرت إن أخليه يتكلم. وطبعا برضو كنت متابعة مع صديقه كل حاجة خطوة بخطوة، وقدرنا من هنا ندور على حل المشكلة. ولما عرفت مكان البنت فضلت إن أنا أروح أتكلم معاها ومع والدها، وعرفت ساعتها إن هي ما كانش
موضوع خطوبة كامل، كان مجرد تعارف بس كده في الأول، وبعد كده ما حصلش بينهم نصيب. ومن هنا بدأت أتدخل، عرفت إن باباها مادي جدا وراجل فعلا بيحب المادة. طبعا ما كانش يعرف أي حاجة عن ابني ولا يعرف حاجة عن حياتنا، وده لأن بنته ما عندهاش الجرأة إنها تتكلم أصلا عن حد ممكن تكون عايزة ترتبط بيه أو تكمل معاه حياتها. ومن هنا عرفت اللي هو عايزه، وعملت له كل اللي هو محتاجه، وقلت له ان احنا مش عايزين منك اي حاجة، ومش عايزين طبعا نضغط عليك عشان عارفين ان عندها اخوات تانيين ملزومين منك. ده غير طبعا ان انا هجيب لهم شقة في احسن مكان، ولو عايز نكتبها باسمها ما عنديش اي مشكلة، المهم الولاد يكونوا متفاهمين. وطبعا قدرت اتدخل باسلوبي، وفعلا خطبتها لابني. ابني ما كانش مصدق نفسه انه لسه في السن الصغير ده وقدر ان هو يخطب الانسان اللي هو عايزها. بس حقيقي حقيقي كنت سعيدة جدا، لان حال اللي كنت شايفاه كان بيثبت قد ايه هو فعلا كان بيحبها حب صادق، وما كانش ابدا هينساها. وطبيعي كان ممكن الموضوع ده يأثر على مستقبله وحياته كليا طول العمر، وعشان كده أنا سعيت بكل قوتي وفضلت مش مهم الفلوس وكل حاجة فداها، المهم إن أقدر أسعده. وفي الوقت ده كله كان متابع معايا صديق عمره طبعا المقرب ليه، وكان متابع معانا كل خطوة. كنا في بعض الأحيان بنخرج كلنا سوا، يعني خطيبته وهو وصديقه وأهلها كمان، عشان كان باباها راجل شديد جدا. وكنت دايما بقعد وبتكلم مع صديقه ده، وساعات كتير كنت بحاول أظهر بمظهر شيك جدا جدا. كنت حاسة إن أنا سعيدة، ولما بكون سعيدة كنت بجيب أحسن حاجة عندي. وما أكدبش عليكم، بعد ابني ما خطب كنت بحاول أجدد في مظهري. حسيت إن الحياة حلوة، وإن خلاص اطمنت على ولادي، وإن مبقاش عندي مشاكل. طبعا ما أقدرش أقول إن نسيت جوزي، ولا نسيت الأيام برضو اللي كنت عايشاها معاه، حتى لو كنا مختلفين في بعض الآراء. لكن طبعا فقداني ليه كان مفض حياتي. ولحد ما في يوم جه الميعاد اللي ابني هيتجوز فيه، لان باباها كان شارط انه يكتب كتابه، وطبعا ما يطولش وان هم يتجوزوا على طول، وبعد كده تبقى عايزة تكمل تعليمها، هو حر مش عايزة خلاص. المهم وفعلا اطمنت على ابني، او البيت فضى عليا، وابني بقى مشغول بحياته، وبنتي برضه، وابني الكبير. والحياة انا كنت مقدرة قد ايه ان هي مشغولات. كانوا بيجولي يوم واحد في الاسبوع، وبعد كده بقى يوم واحد في الشهر، وبعد كده لما كانت الظروف بتسمح. عايزة اقول لكم حياتي كلها بقت فاضية. الشخص الوحيد اللي كان بيسأل عليا في وسط كل اللي انا كنت فيه ده هو صديق ابني. فطبعا بدأ إن هو في يوم يعزمني إن إحنا نخرج ونتغدى، وفي يوم أنا عزمته عندي في البيت، كنت عاملة غدا من اللي هو بيحبه، وكان بيقضي معايا وقت حلو جدا. قد إيه حسسني بإن أنا فعلا مش عايشة لوحدي. كنت الأول داخلة على حالة نفسية وحشة، وكنت دايما حاسة إن أنا مش مبسوطة. المهم بعدها اتعلقت بيه، ولقيت نفسي طول الوقت عايزة أسأل عليه. واليوم اللي بيعدي من غير ما يسأل عني كنت أحس إن يوم طويل، الأيام طويلة جدا. وفعلا بقيت فعلا أنا اللي كل يوم بسأل عنه وبطمن عليه. وطبعا كان سبب إن هو حاسس بيا، لأن هو تقريبا عايش نفس حياتي. والده ووالدته منفصلين، وكل واحد فيهم متجوز وعايشين حياتهم، وعنده إخوات طبعا، لكن كل واحد فيهم مخلف من زوجة تانية ومن زوج تاني. ما بيسألوش عليه غير لما هو بيسأل. عايش مع جده، وحياتهم تقريبا فاضية ما فيهاش أي حد زيي بالظبط. وهو ده كان أكتر سبب مخليه حاسس بيا ومقدر موقفي وفاهم اللي أنا فيه. ومن هنا بدأت أزوره هو وجده من وقت للتاني، والسبب إن عرفت إن حالة جده كانت تعبانة شوية. وطبعا بقيت اخد لهم معايا حاجات كتير، لان هم ظروفهم المادية مش احسن حاجة. في الاول كان بيرفض وكان زعلان وبيقول لي مفيش داعي، لكن قدرت اقنعه ان ده اقل واجب ان انا اقوم بيه قصاد وقفتك جنب ابني ووقفتك معايا. وطبعا بدأت هنا الصداقة بينا تزيد كل يوم أكتر من الأول، وبدأت أتردد عليهم كتير جدا. أول حد ما في يوم حصل اللي عمري ما كنت أتوقعه. طبعا اتفاجئت بإن هو جاي بيكلمني هو وجده، وأغرب حاجة إن جده كان جاي معاه، وبدأ إن هو يطلب إيدي. وطبعا دي كانت صدمة كبيرة جدا ليا. ازاي ان انا اوافق ان انا اتجوز شاب
أصغر مني في العمر بنص عمري. الموضوع كان صدمة، لكن من جوايا كنت سعيدة جدا بطريقة غير عادية، لأن كنت معجبة بيه جدا وبشخصيته وبأدبه وبأخلاقه. مع رغم إن هو عايش لوحده، لكن كان معتمد جدا على نفسه، كان بيتعلم وبيشتغل وبيمشي أموره، وكان ملتزم جدا وبيلبس أحسن لبس، وكان إنسان كويس خالص. وطبعا دي كانت أكتر حاجة بتدل على شخصيته. ومن هنا لقيتهم بيقولوا لي يا ريت ما ترديش بالرفض على طول، حاولي تفكري وبعدين تبقي تردي. وطبعا قعدت بعدها كذا يوم مش بحاول أكلمه خالص، ولما بيحاول إنه يرن عليا أو يكلمني ما كنتش برد عليه. لكن بعد مرور أسبوع اتأكدت إن مستحيل هقدر أستغنى عنه. ولكن كان كل تفكيري ساعتها وشغلي الشاغل ازاي هقدر اواجه الموقف. حاسه ان انا الموقف اكبر مني بكتير، ازاي ان انا هقدر اواجه ولادي؟ ما اقدرش اقول غير برضو ان هم معذورين، ان ليهم حياتهم، لكن انا البيت اللي انا قاعده فيه ده كله بيت فاضي عليا، ومش حاسه ابدا ان انا عايشه مبسوطه ولا سعيده. ومن هنا بدأت أخد القرار، وقلت بلغته إن أنا موافقة. أو ساعتها قررنا نعمل خطوبة كده بيني وبينه على الضيق مع جده وبعض الناس اللي هم قريبين منه بس. طبعا ساعتها باباه ومامته عرفوا بالصدفة، وطبعا رفضوا الموضوع تمام. أنا شكليا ما بيبانش عليا إن أنا كبيرة زيادة عن اللزوم، يعني اللي يشوفني ما يدينيش أكتر من 32 سنة، لأن أنا شكلي وسيم جدا ورشيقة، وفي نفس الوقت مظهري شيك جدا، بالذات إن أنا طول عمري ما اتبهدلتش ودايما عايشة عيشة حلوة يعني ومرتاحة. وطبعا مع اهتمامي أكتر بالوضع ومظهري كنت ببان إنسانة مناسبة. لكن طبعا ما كانش حد يعرف سني الحقيقي غيره هو بس. وطبعا مع رغم اعتراضات كل الناس اللي كانت حواليه، لكن كان متمسك بيا جدا. ومن هنا طبعا أنا كمان اتمسكت بيه، وقررت أواجه كل الناس اللي ممكن تقف قدام سعادتي زي ما هو كمان واجه. وطبعا من هنا ولادي عايزة أقول لكم بعد ما عرفوا الموضوع ما كانش سهل، وحاولوا بكل الطرق إن هم يبعدوه عني، لدرجة إن هم عملوا حاجات عمري ما كنت أتخيلها، وكانوا بيضايقوه جدا. لكن الصراحة هو كان متمسك بيا، ومن هنا اتأكدت فعلا إن حبه ليا حب صادق. ومن هنا بدأت إن أنا أقنع نفسي إن ده الإنسان اللي هكمل معاه بقية حياتي. وفعلا رحت اتجوزت أنا وهو، أو طبعا من غير فرح ولا حاجة، وبدأ إن هو يعيش معايا كزوج حياة طبيعية جدا. ومن هنا بقى ما اقدرش اقول غير اني كنت عايشة اسعد ايام حياتي. قد ايه كان معايا متوافق في الفكر وفي كل حاجة انا عايزاها، وانه كان بيفهمني من غير ما اتكلم، زي ما يكون هو ده الشخص اللي كنت بدور عليه وما كنتش لاقياه. لكن اكتر شيء كان مزعلني ساعتها هو فرق السن والعمر اللي بينا، لان بجد فرق العمر ده ملوش تمن، بجد حاجة كبيرة جدا جدا وما يتقدرش بمال. ومن ساعتها بقى قررت ان انا امنه وافتح له مشروع، يعني عشان هو كمان دايما يحس برجولته، ويحس كمان ان هو مش متضايق، وانه بيقدر برضه يقوم بواجبات بيته زيه زي اي زوج. ومن هنا بدأ يفكر في مشروع، بس المشروع كان مكلف شوية لدرجة ان اخد مني كل فلوسي. طبعا فتحت له معرض عربيات كبير، وقدر يستورد كل الأنواع اللي هو عايزها، وكان المشروع واسع جدا وفيه مصروف كتير. لكن الصراحة على قد الحب والاهتمام اللي كنت بشوفه منه، على قد ما كان نفسي أجيب له الدنيا كلها. ما فكرتش ولو للحظة تفكير، مع رغم ان انا صرفت كل فلوسي. وفي الوقت ده طبعا ولادي لما عرفوا المشاكل طبعا زادت، وطبعا بدأوا ان هم يجولي وان هم يعني يقولوا لي ان هم مش هيشوفوني تاني، ومش هيجوا ولا حتى اولادهم، ويا ريت تنسي ان انت عندك اولاد. في الاول الموضوع ما كانش فارق معايا، وكان طبعا هو بالنسبه لي الدنيا كلها. ولكن بعد مرور فتره، بعد ما شغله نجح وطبعا كل حاجه كانت باسمه، وكان دايما بيعاملني كويس واحسن حاجه، لكن بعد ما المشروع نجح والفلوس بقت كتير قوي بين ايديه، عرفت ان هو يعني مرتبط بإنسانة وإنه هيتجوزها. ولما واجهته ما أنكرش، وطبعا قال لي إن أنا لازم أعيش حياتي ويكون لي أطفال وحياة. وفي الوقت ده كانت الصدمة صدمة عمري، إن أنا كنت حامل وبلغته. لكن الموضوع ما فرقش معاه، زي ما يكون كل حاجة اتغيرت فجأة.
مش عارفة ليه حسيت إن أنا غلطت، وفي نفس الوقت باقول ما أنا كان لازم يكون ليّا حياتي، ومن ساعتها ولادي ما بيسألوش عني، وكل ما باحاول إن أنا أكلمهم أو أودّهم ما بيستقبلونيش، وما بيكلمونيش خالص لا هُم ولا ولادهم، وطبعًا في الوقت ده اضطريت إن أنا أكمّل حملي، لكن كنت تعبانة جدًا، جدًا، وهو ما كانش مهتم بيّا خالص، والموضوع تقريبًا ما كانش فارق معاه، عمري ما توقعت إن ممكن يتغيّر كده. وفي يوم طبعًا جه وكلمني وكلمته بصراحة، ولمّا عرفت إن هو اتجوز قررت إن أنا أنفصل عنه، بس هو قال لي: "أنتِ الخسرانة، وطبعًا فلوسِك دي ما فيش حاجة ترجع خلاص، لإن دي فلوسي أنا وتعبي وشقاية." وطبعًا هنا ما قدرتش أثبت عليه أي حاجة، واضطريت إن أنا أكمّل حياة، بس الحياة دي تعبتني أكتر من الأول. بس هي كل الحاجة الحلوة اللي طلعت بيها إن أنا خلّفت بنوتة زي القمر، كانت مالية عليَّ حياتي، وكانت شاغلاني جدًا، وبدأت أعيش معاها كل الجو اللي فاتني، وقررت من ساعتها إن أنا أفضل مراته حتى عشان خاطر بنتي، لكن الصراحة باحاول أشوف أي طريقة عشان أرجّع ولادي ليّا زي الأول، ولكن مش عارفة أعمل إيه. حسيت إن أنا عايزة أتكلم معاكم وأقول لكم كل اللي جرى لي واللي في قلبي، حاسة بيني وبين نفسي إن أنا غلطت أمّا اتجوزت الشخص ده، وإني كان لازم أسمع كلام ولادي وكل الناس اللي قريبة مني، وبعض الأحيان أقول هُم كمان غلطوا لإن هُم سابوني وما بقوش يسألوا عني، وطول الوقت مشغولين بحياتهم، وأنا في نفس الوقت وقت الفراغ هو اللي عمل فيّا كده. وساعات كتير باقول برضه أنا اللي غلطانة وبالوم نفسي، ومن هنا قررت إن أنا أسألكم، يا ترى أنا فعلًا كنت غلطانة أمّا ارتبطت بالشخص ده والّا لأ؟ عمر الفلوس ما كان ليها عندي قيمة، لكن كل اللي زعّلني إنه ما قدّرنيش، ومش عارفة أكمّل معاه والّا لأ، يا ريت تقولوا لي.